عمر ما كان البخل في التعبير عن المشاعر هيعمل أي تغيير، بالعكس هيخليكم ماشيين كأنكم قطر على القضيب، وأي قطر بيمشي أي مشوار لازم له يقعد شوية يرتاح قبل ما يكمل المشوار. لكن احنا بنفضل مقضيينها زوج وزوجة وعندنا عيال، فكل ما في الموضوع ان الكلام بينا كلام عملي. في قسط المدارس بتاع الولاد محتاجين فلوس الدرس، اصل احنا في اول الشهر. خدت بالك النهارده الاكل عجبك ولا ايه؟ انا وقفت في المطبخ شويتين، تشكروا كل ده جميل، لكن جنب ده لازم يبقى فيه تعبير عن المشاعر. ما ينفعش ان احنا نكبت مشاعرنا ونستنى اللي قدامنا يفهم ان احنا بنحبه. هو خلاص شايف ان الموضوع ده عادي لانه بيحصل كل يوم، لكن اللي مش عادي انك ممكن تقولي له وحشتني، النهارده انت عامل ايه؟ وانت كمان، ما هي بني ادمه محتاجه تسمع منك كلمتين حنينين. لازم تقول لها النهارده انت مالك محلوه ليه كده شويتين. لازم تقول لها يا فاكره ايام الخطوبه ما اتغيرتيش زي ما انت، نفس الوش الجميل. يا جماعه خلي بالكم من شيء، احنا في الاول وفي الاخر اتربينا على بعض الاشياء اللي مش سليمه. علمونا زمان ان مفتاح الراجل في معدته، غلط. مفتاح الراجل في 3 حاجات: عينيه وودنه وقلبه كمان. عينيه محتاجه تشوف وش صبيح يبتسم في وشه كل شويتين ويهون عليه المأساة اللي عايشها في وسط ضغوط الحياة. محتاج انه يسمع كلمتين يحس ان هو لسه مرغوب فيه. محتاج ان قلبه يحس بالمشاعر اللي قدامه، مش بخل ونقول هو هيبقى يفهم هو كمان. الست هي كمان مش هو كل الموضوع بالنسبة لها الهدايا. صدقوني في ستات كتير سحرها في ودانها، لما تقول لها كلمتين حلوين هتحطك جوه حباب عينيها. حتى لو بتجاملها هي محتاجة تسمع منك كلمتين. يا جماعة علموا ولادكم ان الحياة بينا مش هتبقى هات وخد ومواضيع عملية وانتهى الموضوع. كده في النهاية بنلاقي حاجة من الاتنين: يا جوازة ما بتكملش والعيال بيلبسوا في النص، يا تلاقي ناس مكملين ومكتفيين ان هم يدوبك عايشين. وفي النهاية هي دي تبقى حياة. اتقوا الله في نفسيكم وفي اللي عايشين معاكم، عبروا عن مشاعركم. البخل دوا نهايته مش حلوة، وبترجعوا تقولوا اصل هو عينه زيغة، ويرجع يقول اصلها اتغيرت وبقت واحد صاحبي. والله ابدا، انتوا اللي غلطانين. ربنا اداكوا 3 ادوات عشان نعرف نحط المودة في الحياة: الودن والعينين والقلب. حاولوا على قد ما تقدروا تعبروا على اللي جواكوا. اللي قدامك ما هوش ملاك ومفترض انه يعرف انك بتحبه. لازم يبقى عندك بعض الكلمات اللي تعبر بيها عن اللي جواك. لازم يكون عندك حبة نظرات. ما احنا في الاول وفي الاخر طول عمرنا يقول لك اصل لغة الجسد. راحت فين لغة الجسد بين الازواج؟ ما هو من ضمنها النظرة اللي فيها حنية. علموا ولادكم يا جماعة ازاي يعبروا عن اللي جواهم، وده مش هيحصل غير لما انتوا كمان تعبروا قدامهم ليهم بمشاعركم تجاههم. لازم تيجي على ابنك وبنتك تطبطبوا عليهم، ما فيهاش مانع من حضن، ما فيهاش مانع من بوسة على راسه، ولا تاخده في حضنك وتقول له يا ده انت احسن نعمة في حياتي. لما يبقى الولد والبنت متعودين من صغرهم على المشاعر هيعرفوا هم كمان يطلعوها بسهولة. وربنا يصلح حالي وحالكم ويعمر كل البيوت، ويخلي كل واحد وواحدة متجوزين عارفين يطلعوا اللي جواهم في السليم. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.